بعد ما شرحنا بقى الكوشنج سيندروم، الناس اللي عندها الكورتيزول العالي اللي شكل جسمهم مشوه كده وشكله مش حلو كده، الناس اللي عندها الاسترس ده عالي، الكورتيزول عالي، الشعر بيبقى ضعيف وبيقع، حبوب في الوش منفوخ، شعر بيطلع في الوش عند الستات، وعندها الحتة دي بارزة ورا كده ومقبقبة كده، وضعف بقى في العظم، وجع في العظم كله. وانا كمان عندي بقى ايه، بطني بتكبر، وشي بيكبر، وعلامات الاسترتش ماركس دي، العلامات اللي انت شايفها دي، فاهم ازاي؟ وتسدي عند الرجالة، ماشي، بسهولة جدا تزرق لو حد ضغط عليها بس كده، والعضلات بتضعف، وكمان ايه، مقاومة انسولين وسكر بيبقى عالي، او وكمان اضطرابات في الهضم. ولو مش فاهم كويس، انا عامل فيديوهين طوال عن المشكلة دي اللي هي على اليمين، ماشي، عشان ترجع لها لو انت مش فاهم كويس ايه المرض ده وايه علاجه. انا شارح في فيديو قبل كده، ارجع لهم يا ريت، فيديوهين طوال محترمين جدا. العكس بقى، مرض اسمه الاديسون ديزيز، اللي هو بقى ايه، الكورتيزول واطي، الكورتيزول هنا واطي، ده يعمل بقى ايه العكس على طول برضه، بس personality changes برضه، يعني برضه المود ما بيبقاش حلو، بس بقى ببقى قرفان، عايز ارجع، مش قادر ابلع، برجع كتير، مش قادر ابلع الاكل، وتصبغات جلديه بتحصل بقى. التاني كان بيزرق ويحصل له ستريتش ماركس، ده بقى تصبغات جلديه، يعني في حتت من الجلد بتفضل تسمر على طول، القلب بيضعف. وبعدين بقى انا بنزل كل الصوديوم اللي في جسمي في البول، فلما الصوديوم ده بينزل في البول، الضغط بتاعي بيوطى، وتحس ان مفيش طاقه ومش قادر اتحرك بس الفرق ما بين الاتنين هنا ان ده بيتخن، ده بيخس ونفسه بتتسد، ماشي، وهنا الكورتيزول بيوطى، ولكن الاتنين ما عندهمش طاقة، الاتنين مش قادرين يتحركوا. لكن ده بياكل كتير، ده بياكل قليل، وتصبغات جلدية بقى، الاتنين بيبقى عندهم، ما بيبقاش عندهم رغبة في الحياة الخاصة يعني، او اللي هو السكشوال درايف، يعني ما فيش رغبة للسكس الاتنين دول، لان هرموناتهم بتبقى بايظة، والاتنين بيحصل لهم ضعف عضلات. فضعف العضلات في الاتنين ده بيسبب آلام العظم وآلام العضلات، فبيخشوا الاتنين في أعراض فايبروميالجيا. فممكن تلاقي واحدة ست رفيعة وجسمها كله وجعها، وتحس ان هي صاحيه واخده علقه، مع اني رفيعه، مع اني مش تخينه، مع اني مش عارف ايه، ممكن يكون عندك اديسون ديزيز. طيب ايه الخطوات العلاجيه هنا؟ اول حاجه قلنا ان احنا هنروح هنا لاربع تخصصات. اربع تخصصات ليه؟ عشان انا عايز التخصص الاولاني واهم تخصص فيهم هو دكتور الغدد الصماء، ان انا اتشخص اصلا يا كوشنج يا اديسون. لو انا كوشنج يبقى الكورتيزول بتاعي عالي، هاخد حاجات تقلل الكورتيزول. الناس اللي هي اديسون اللي هو الكورتيزول بتاعها واطي، هاخد حاجه تعلي الكورتيزول. فدي قصه مختلفه عن دي، ماشي، والاتنين ساعات بيبقوا شبه بعض في الاعراض، تمام. تاني حاجه دكتور التغذيه، تالت حاجه ممارسه الرياضه وتظبيط النوم، ورابع حاجة يجي دورنا احنا بقى دكاترة العلاج الطبيعي. لو فاضل لك أوجاع في رقبتك، أوجاع في كتفك، أوجاع في جسمك، في بطنك، في أسفل الظهر، في الرجلين، هنا بنقدر نساعد. ايه؟ لان الاتنين عندهم ماسل ويكنس، الاتنين عندهم ضعف عضلات، بنقدر هنا نعمل عملية تأهيل للعضلات دي ونقويها تاني وترجع احسن بكتير. الموضوع مش سهل، الموضوع بياخد 6 شهور في العلاج، لان اي حد عنده مرض زي الكوشنج او الاديسون، انت بالمنظر ده او انت بالمنظر ده، فانت يعني الاتنين دول خدوا سنين عشان يتكونوا، عشان تبقوا فاهمين، ماشي. الموضوع ده ما بيتكونش من يوم وليلة، فما بيرجعش بسرعة، ولكن الخبر الكويس ان بجد الامراض دي بتتعالج، ماشي، بس بتحتاج اهتمام وتغيير اللايف ستايل تماما 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 عشان الموضوع ده يتحسن. فده الفرق ما بين الكوشنج سيندروم والاديسون ديزيز. فيا ريت دكتور غلط صماء نروح له، دكتور تغذية، ممارسة الرياضة والنوم الصح، ودكتور علاج طبيعي. كده انت قفلت اللعبة كلها، ماشي. وهذا والله اعلم، السلام عليكم.